سيدي بوزيد مع ضيفنا الناشط المجتمعي والسياسي سي يوسف جليلي اللي غطس في اوراقه. مرحبا، قرب لي شويه الميكرو سي يوسف، ولا قرب الميكرو ليك. اهلا وسهلا سيدي. اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين، رمضانكم مبروك، ان شاء الله ربي يعيد علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركه. شكرا، بارك الله فيك، ان شاء الله في صحه وعافيه، ان شاء الله تصوموا يا سيدي ان شاء الله. باش نرجع نحكي معك شويه اخر في جمله من مواضيع تم الشان الجهوي، لكن باش نحكي شويه على مواطن من سيدي بوزيد اللي من عشر كان هو مقيم في صفاقس يبدو لي. توفيت زوجته الاسبوع الفارط في تدوين البارح معبره جدا، نحكي على الوضعيه والمعاناه والصعوبات اللي تعرض لها واللي يعتبره هو اهمال طبي. باش يكون معنا في المباشر لانه هو القضيه الحقيقه قضيه توجع برشا بعد وفاه زوجته. سي خضيري بدري، اهلا وسهلا يا سيدي. عسلامة. اهلا بك. اهلا بك. السلام عليكم. صحتك. الله يعيشك يا سيدي والبركه فيك بعد وفاه زوجتك. الله يرحمها وانا لا يوريكم شر العيش. شكرا. توفت الاسبوع الفارط يا خضيري؟ ايه توفت نهار 17 مارس. ان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبركم. عندك صغيرات؟ عندي 3 أولاد. 3 أولاد، إن شاء الله ربي يصبركم. الولاد اللي ماتت على جاله هو اللي الاخراني وزوج أولاد قبل. فهمتك. خليته الولاد معناها حي لاباس. الولاد حي لاباس. فهمتك. ان شاء الله ربي يطول في عمره ويشفيه يا سيدي. ماشي. سي خضيري، شنو صار معناها زوجتك هي مريضه وقت اللي مشيت باش تعمل عمليه الولاده في صفاقس؟ زوجتي لاباس عليها، هي اسمها مريم بوعزيز. ربي يرحمها. زوجتي يتابع فيها دكتور مختص في النساء والتوليد. اي. على اساس انه نهار 9 ديسمبر باش تمشي تعمل العمليه في مساحه معروفه في صفاقس. اي. مشيت نهار 9، ولدت الصباح 9 ديسمبر الفارط 2022. 9 ديسمبر 22. اي 9 ديسمبر 22 ولدت بعمليه قيصريه. عديت النهار كامل لاباس، وفي الليله الفاصله ما بين 9 و10 اللي باش تروح فيها صار لها نزيف في العمليه. فهمت؟ بعد العمليه؟ لا بعد العمليه. فهمت؟ صار لها نزيف في المنطقه نتاع العمليه. ما فاقوش به المشرفين واللي الفريق الطبي اللي يخدم غادي، ما فاقوش به. سكت قلبها مرتين. فهمت؟ تعكرت حالتها على اساس انه الصباح نهار 10 باش نروح بها، تفاجأت انه فريق طبي كامل بتاع انعاش ينعشوا فيها. بعد حولوها القسم الانعاش في المصحة المذكورة هذه، قعدت 5 أيام 6 أيام. عاود لها الطبيب عملية، نحى لها جزء من الرحام نتاعها على اساس انه هو مصدر النزيف. فهمت؟ يقول القائل علاش هو ما نحاشوا في العمليه الاولى، اذا كان يعرفوا تهديد للحياه نتاعها علاش ما نحاشوا مصدر خطر، علاش ما نحاشوا في العمليه الاولى. فهمت؟ تعكرت حالتها، دخلت في غيبوبه. فهمت؟ بريسك جميع الاعضاء نتاعها الا القلب يخدم. فهمت؟ حرصوا الفريق الطبي كله يحرص اني باش نحولها القسم الانعاش في الحبيب بورقيبه. باش تخرج من المساحه. اي حبوا يخرجوها من المساحه باش يتفصلوا من المسؤوليه. فهمت. في الاثناء قدمت قضيه المحكمه الابتدائيه صفاقس 1. اي. حالوني على فرقه مختصه للبحث. مشيت قابلوني بالتسويف. فهمت؟ حبينا خدمته هو يلزمني نخدمها له، يلزمني نجيب له الملفات الطبيه اللي هي موجوده في قسم الانعاش في صفاقس وفي قسم القلب. بلاش خضيري القضيه ذي والبحث قبل وفاه زوجتك معناها بعد العمليه؟ قبل عملت القضيه نهار 12 ديسمبر. بعد دخلت زوجتي في غيبوبه ب4 أيام عملت القضيه. اي. فهمت؟ قبلت بالتسويف، يعني امشي انت جيب لي هذيك. مشيت للطبيب الشرعي قال لي لا تمشي انت تجيب لي الملف الطبي، راهو انت اللي مسخرك، النيابه العموميه هي اللي مسخراتك انت باش تمشي. قال لي لا برا هز التسخير نتاعك رجعوا للفرقه اللي بعثتك. فهمت؟ وين وصلت معناها في التتبع القضائي؟ وين وصلت تو؟ التتبع القضائي حد ثمك هو. فهمت؟ تتبع القضايا حتى مشيت لهم مرتين وثلاثه على اساس وقت اللي فاقت مرتي باش يمشوا يسمعوها. لا ما نبدو البحث الا ما يجينا الملفات الطبيه. الملفات الطبيه اللي هو يلزم هو يمشي يجيبها.
فهمت. المصحة انت مشيت لهم باش يعطوك الملف الطبي؟ ما يعطيكش الملف الطبي، ما حبش يعطوك. ما يعطينيش على خاطر انا شاكي. اي انا شاكي، ما نجمش نمشي نقول له اعطيني ملف طبي نتاع كذا كذا. الملف الطبي حرصت عليه هنا باش هزيته القسم للانعاش. هزيته القسم للانعاش في الحبيب بورقيبه. فهمت. باهي في الاثناء هزيت زوجتك الحبيب بورقيبه وارتاحت في قسم الانعاش غادي. تعافت شوي يعني، رجعت الاعضاء نتاعها تخدم شوي. تحسنت حالتها، فاقت بالكدا، خرجناها. في الاثناء هذيك بقت تعبه شوي على اساس انها تتحسن شوي. في 6 مارس اللي فات هذا تعكرت حالتها شوي. صار لها عندها وجيعه في ساقيها الوطا. فهمت. هزيتها للمستشفى الهادي شاكر. قسم اتضح انه عندها جرثومه في الصمام الرئيسي نتاع القلب. بعد ما زادوها الدم وقت اللي النزيف. بعد ما زادوها الدم النزيف وفي التصفيه نتاع الدم، خاطر قعدت برشا مرات تعمل في التصفيه نتاع الدياليز على خاطر الكلاوي نتاعها حابسين. فهمت. تسبب لها في جرثومه في الصمام الرئيسي نتاع القلب، ونشر لها تنشرت الجرثومه، ولات عندها برشا التهابات في العروق. فهمت. تعكرت حالتها نهار 17 مارس، توفات سقطه قلبيه. الله يرحمه. الله يرحمه وان شاء الله ربي يصبركم. سي يوسف تسمع من خلال هذا التدخل حبيت نوصل للحق زوجتي. فهمت. خاطر اهمال طبي قبل العمليه ما كانتش تشكو من القلب. فهمت. اي بالطبيعه المضاعفات والمرض نتاع القلب جاء بعد الخطا ولا الاهمال الطبي اللي صار لها. دليل انه نهار 5/12/2022 عملت تخطيط على القلب في نفس المصحه هذه. هي والجنين نتاعها. هذا ايش يخلي الفريق الطبي اللي يوافق باش تعمل هي العمليه. اذا كان هي مريضه بالقلب. اي طبعا هي ما كانش تنجم تعمل عمليه، كان ثم اشكال في القلب ولا غيره. ما كانش فيها اشكال. ابقى معايا سي خضير، يبقى معايا اخوي. البركه فيك والله يرحمها وينعمها. الله يوريك شر عيش خويا. حبيت نسال والله سؤال معناها عادي، احنا ماناش مختصين في الامور الطبيه وهذه. بقي هي كانتش تشكو معناها قبل العمليه امراض القلب، ولا زارت طبيب، ولا عملت تحاليل؟ مراقبه، كانت عندها مراقبه طبيه من قبل المختص، هذا الطبيب المختص. ثم حاجات تطلع شوي في الحباله، هي بومينا وشويه تونسيون، ما هوش حاجه جراف. فهمتك. ما هيش حاجه جراف اللي ما تتطلب اني مثلا ما يعمللهاش العمليه. فهمت. اما بالنسبه للقلب ما كانش تشكو من القلب. ولا اليوم عندكم ما يثبت انه صارت لها تعفن جرثومي في القلب معناها؟ اي عندها ملف كامل في قسم الهادي شاكر. في قسم الهادي شاكر. ملفها كامل. واضح لي ملف كامل. حكايه معناها ما صارت. ملف كامل. سي خضيري انت اليوم معنا في الراديو. توجه للقضاء هو؟ كتوجه للقضاء، ولكن ما زلت توجهت للقضاء، لكن الفرقه المختصه نتاع البحث ما قبلت فيها بالتسويف، ما تمش حتى حاجه واضحه. ينجم راهو الطالب يوجهوك لفرقه اخرى. نجم نطالب الفرقه اخرى، لكن مش تمشي ترجع للقضاء باش يقول لك ترجع لنفس الفرقه. فهمت. نفس الفرقه ما عملت لي شيء. فهمت. عملت محامي. والله عملت محامي، لكن المحامي تبدا الخدمه نتاعو وقت اللي تنتهي الابحاث الاوليه. فهمت. اي في مرحله متقدمه شوي. كي تبدا الابحاث الاوليه كملت وتحالت على التحقيق، يبدا وقتها الخدمه نتاع المحامي قال لي ما نجمش تدخل في الابحاث الاوليه. واضح. سي خضيري شنو طالب انت اليوم؟ والله نطالب بحق زوجتي، نطالب بالكشف قضائيا بالاساس. قضائيا نطالب بحق زوجتي. فهمت. على الاقل ترتاح هي، على ما سلمتش في حقها. على الاقل ترتاح هي في كبرها، على الاقل ما سلمتش في حقها. واضح. بارك الله فيك سيدي، صدق وسلم. القضايا هذه ما هيش معناها حاله شاذه، موجود بعض القضايا هكا نقراها سواء في الجرايد او نسمعوا بها او نعيشوها، نعرفوا خاصة المشاكل هذه يمكن أن تقع في القطاع العام. لكن الغريب أنها تقع في قطاع خاص، اللي مصحة خاصة اللي هي تتعامل بمقابل معناها عندها فلوس. المفروض كل خدمة سيرفيس يعني كل خدمة بثمنها. صحيح. وبالتالي الغريب معناها
انه كيفاش معناها ما توقعش العنايه به وكيفاش يقع نزيف. القطاع الصحي الخاص في صفاقس ولت الغايه نتاعو الربح، ما عادتش الغايه نتاعو الخدمه الانسانيه، ولت الغايه نتاعو الربح. مثلا علاش هي تقول علاش مثلا الطبيب ما نحاش الجزء الكبير اللي يسبب لها الخطر في العمليه الاولى، يخلي لك الجزء العمليه الثاني، يقول لك بعد لا ترتاح تو كي ترجع لي نستعمل كنترول ونقول له راهو عندك كذا كذا باش نزيد نعمل عمليه اخرى. يعني عندك وزير ولات امور تجاريه امور ربحيه. هذه طبيعه الحال. عندك وزير الصحه وعندك وزاره الصحه وعندك وزير الصحه، يمكن معناها تتوجه. والله انا نتوجه من خلال المنبر نتاعكم، نتوجه لكل السلطات المعنيه باش نلقى حقي، عدليه، سلطه عدليه، السلطات الصحيه، كل السلطات باش نلقى حقي. واضح. موضوع للمتابعة يا سيدي، موضوع نتابعه معك. شكرا، بارك الله فيك سي خضيري، ومرة أخرى تعازينا وإن شاء الله ربي يفضلك صغيرات. شكرا جزيلا سي خضيري. شوف سي يوسف، أول أمس العشية تقابلت مع مواطن ليبي هنا في سيدي بوزيد، تحديدا من مدينة صبراتة في ليبيا. الحقيقة جاء الواحدة من الفاضلات الصحية في سيدي بوزيد ويقول لي راهو الوضع معناه في سيدي بوزيد في مساحة خاصة في سيدي بوزيد أفضل بكثير من صفاقس كما كان يحكي سي خضيري معناه تو. فالحقيقة راهو شوف احيانا حتى القطاع الطبي الخاص ولا طايح شويه في الجانب التجاري معناها، ويزموا مراقبه زاده ويزموا متابعه في بعض الجهات، وهذه عينه من العينات للاسف. هو شعار الطب من اول الدنيا نعرف نقول لك الطب معناه عمل انساني بامتياز، يعني ويسموها معناها من المهن النبيله جدا، ولان هي تساهم معناها في انقاذ البشر وتحافظ على حياتهم بكل الطرق، حتى وقت الحروب، وقت معناها الكوارث، وقت الحرائق، كل معناها تلقى ديما الاطباء، وخاصه ثم منظمه الاطباء معناها بدون حدود وكذا، وتلقى الاطباء معناها دائما في المقدمه لانقاذ البشريه. لكن للاسف امام معناها موجة التكالب على الأموال والجشاعة أصبح أنا صباح بركة معناها عرضني مواطن يتشكى من طبيب مختص صح. هذا مختص نظرا لأنه ربما هو الوحيد ولا هو الموجود في سيدي بوزيد، معناها وقعت له برشا مشاكل وجاي يتشكى. وللأسف نحن نتوجهوا راهم ثم طب شرفاء وثم طب مناضلين فعلا، وثم طب معناها يعطوا من جيوبهم ويركبوا الناس ويشتروا لهم الدواء، اما ثم ناس اخرين معناها يقتلهم الجشع. شكرا. راجعين معك بعد شويه في تفاصيل مهمه جدا تم الشان الجوي.